التكييف 23179. دي الاسعار في مصر، في كارفور مصر. ده تكييف تاني برضو من فريش 27400 من 27500. ده برضو تكييف فريش ب 29400. ده يونيون اير. طب والله سعر يونيون اير ارخص من فريش سبحان الله، رغم ان هو اقوى من فريش ب 22000. شاشات برضو 9000 سامسونج. ال جي ب 10509 بتاعت كارفور مصر، عشان ما نتلخبطش يا اصدقائي. اهو واسعار الشاشات اهو. سامسونج ب 20000، وفي سامسونج ب 18000. ودي الاسعار بتاعت سامسونج بقى، اللي هي كام، اللي هو مش عارفه 43 بوصه اهو 16000، وفي ب 15000، 14200، وفي ب 16000. وفي الماركه اللي اسمها جاك ديت برضو اهي ب 5600، وفي ب 9600 برضو ماركه جاك. في ب 9250. ما تبصوش اشتريت شبشب من شرم اللي بيسأل ودي ماركه برضو اول مره اشوفها، اسمها مش عارفه ايه اسمها ايه دي. ده ال جي، لا ال جي 18300. اوتوماتيك 21000 ال جي. وفي زانوسي 21779. وفي ال جي برضو 27500. وفي ال جي 33329. يعني ال جي برضو 33330. في ال جي. دي اسعار الغسالات اللي في الاوتوماتيك اهي. ده احنا في كارفور بتاع مصر بقى. الاسعار بتاعت مصر الحلوه الاسعار الجميله والاسماء الحلوه برضو يا جماعه. مفيش مقارنه والله العظيم بين اسعار مصر واسعار تركيا. ده عروض المكرونه ب35 والله. يلا عشان الاصدقاء اللي في تركيا. الرز ب46. البوتاجاز ب7000. البوتاجاز التاني ب6029. البوتاجاز الجامبو الكبير ده ده ب21000. الصورة اللي بفلوس تمام ماشي. بيقول الصور بفلوس بصوا الاسعار. لا البوتاجاز اسعارها ولعت 15000 و14000 و 15719. والغسالات اللي هي النص في الاوتوماتيك ديت ب 12369. وفي 16990 اللي هي ماركة ال جي. والله عايزة اشتري حاجات من ديت. الاسعار هنا كويسة. 5000 اللي هو العجان ده. ده برضو خلاط ده ب4500. والهاند بلندر والحاجات دي لا يعني اسعارها 1200 4810. ده غالي قوي، اللي هي ماركة تورنيدو ديت غالي قوي. مونكس ب2200. الخلاط اللي عند كل الناس اللي فريش اهو
935. الكاتل 360. فرق شاسع بين الأسعار بتاع كارفور مصر وكارفور تركيا. القلايات بقى 500. ماركة تيفال، هنشوف التيفال بكام. تيفال ب800 الواحدة. ماركة نوفيل، ماركة نوفيل دي مش وحشة على فكرة، يعني هي تاني ماركة على طول بعد التيفال هي نوفيل ديت، يعني انا مجرباها وكويسة، مش يعني تقضي غرض. مايكرويف 6525. من 3285. هو الموبايل على فكرة قرب يفصل معايا، بس انا هحاول على قد ما انا اقدر يعني ان انا اصور لكم. غسالة الاطباق، لا غسالة الاطباق غالية قوي، 41,000 الحاجات دي، و32,000. 15 فرد، لا غالية. غسالات الاطباق غالية قوي قوي قوي. بس بصراحة الواحد ما بيقدرش يعني يعيش من غير غسالة اطباق، والله العظيم. يعني تركيا حتى لو رحتوا عند الريف التركي، لو رحتوا عند قرية مدينة، تلاقوا لازم غسالة الاطباق في كل حتة. ثلاجات طبعا، اسعار الثلاجات فريش 23,819. مفيش الا ماركت فريش بس، كله فريش 25,000، وفي ب27,000، وفي 30,000. الغسالات بقى، الغسالة الاوتوماتيك LG ب40,000. ياه، لا الغسالات بجد بقت غالية قوي الأسعار. لا فعلا بقت غالية. 33,000. كنت مشترية غسالة لأمي ربنا يخليها لنا يا رب من كام سنة كده ب7,000، وكنا بنقول ده حاجة يعني عملاقة. 22,000. أسعار طبعا حاجة غريبة بالنسبة لي، عمالة أصور من مصر والله، بس أنا أصلا مش مصدقة والله اللي أنا بصور لكم الفيديو ده من مصر. اتصالات 139. طبعا الماركة دي اشهر من نار العالم، حتى في تركيا برضو موجودة ديت. طقم كاسات 300 جنيه. لاف دي موجودة في كل حتة، لاف دي. كوبايات العصير اكس لارج 380. الحاجات الحلوة دي مكتوب عليها اسعار. الفتلات اللي هي الموب ب100 جنيه. كل الاسعار عشان ما تلخبطوش، احنا في مصر دلوقتي في كارفور مصر، في تحديدا كارفور شرم الشيخ. نواحي البلاستيكات بقى، امبارح انا كنا في كارفور بس انا ما كملتش جوله، فجيت تاني النهارده لان حصل ظرف واحنا يعني في كارفور امبارح، فمشينا على طول بصراحه. حاجات المصيف بقى 1223 اللي هي بتاع المصيف، وحاجات المصيف 3900. كراسي المصيف هي دي خشب ولا بلاستيك؟ لا بلاستيك 400 جنيه، في 368. لو لقيت مسحوق ارخص من تركيا هجيب لي كام مسحوق على فكره من هنا. في تايد ب 189، وفي اريال ب 249. مش عارفه ده مقاطعه ولا لا، بس اعتقد له مقاطعه. ادوات التنظيف بقى 50 75 376 341.
حاجات التنظيف الديتول. فكرة انا ما شفتش ديتول في تركيا لحد دلوقتي، مش عارفه فين بصراحه، بس انا ما شفتوش لحد دلوقتي في تركيا. بتاعت السباحه لايف جاكيت 400 جنيه. اللايف جاكيت ميد ان ايجيبت طبعا، ما شاء الله دلوقتي كلهم بيقولوا ميد ان ايجيبت. الاول كان اللي هو ميد ان فرانس، ميد ان يو اس اي، ميد ان تشاينا، الحاجات دي ميد ان انجلاند، حاجه بركه. دلوقتي بقت عار بصراحه فدلوقتي كله بيبقى وطني، وكله دلوقتي محلي. كله محلي دلوقتي. ايوه المشروبات 16 جنيه اللي هي الحاجات البيبسات والشيبس والحاجات دي. اول مره اشوف الشويبس ده، مش عارفه موجود منه في تركيا ولا لا، اللي هو الخوخ ده. اسعار المكرونات، المكرونه 10 و70 قرش، 12 و45. طول لو شاف الاسعار دي هيتجنن، وهو اصلا متجنن اول ما شاف الاسعار. 12 جنيه حلو قوي، ولا بقول الاسعار دي والله 12 جنيه مش ليره. بصوا ده عرض مكرونه برضو 19 جنيه ونص. دي مكرونه ريجينا 48 95 قرش. المحبب الى القلب، الجزء المحبب الى قلبي جونسون 173. الماركه دي مش موجوده في تركيا، اللي هي ايفا ديت لحد دلوقتي ما شفتهاش، فهاخد واحد من ده، او ممكن اخد بالعسل ده برضو بسعره 60 جنيه. طبعا سعره كويس جدا جدا جدا، ومقارنه بالسعر بتاع تركيا. هنا 279 ده موجوده في تركيا برضو. ونيفيا موجوده اكيد 354. في نيفيا مش عارفه ايه دي، ده ميه ورد تقريبا. البطاط والبشت والحاجات دي هشتري لي واحده برضو. اشتري لي واحده. مش عارفه ديت احسن ولا الخشب احسن بصراحه، مش عارفه. انا جربت دي بس عايزه اجرب الخشب. 111 والخشب 124. ده برضو كويس قوي، ده مش موجود، ده موجود في تركيا بس بصراحه غالي، اللي هو جليستريت ده، وفي ما فيهوش ريحه، يمكن اشتري واحد من ده برضو. ده سعره كام؟ 87. برضو كريمات للشعر، لان مفيش كريمات في الشعر في تركيا يا اصدقائي. هشوف برضو كريم للشعر، لان مفيش كريمات للشعر في تركيا. الا فاتيكا شفته بالصدفه اونلاين وكان غالي، فهشوف برضو كريمات الشعر هنا. فاتيكا ب50 والله. ايه ده طلع واحد منه جديد بزيت الارجان. بقالي كتير قوي ما دخلتش، سنين ما دخلتش السوبر ماركت في مصر، يمكن اول مره. وده بالليمون والشاي الاخضر. اول اسعار 26 وفي ب50. لازم اشتري لي واحد باذن الله. في ده بيرفاتيكا برضو، ده ب50. مش عارفه ده ايه، سنيك اويل ده اول مره برضو اشوفه. ده بيرقمله، معروفه، بس ده اول مره اشوفه. جلاس ده اشهر من نار على العالم في تركيا، في كل حته جلاس، كل حته. سعره 225 250. الرز البسمتي 157. الرز البسمتي في تركيا على فكره غالي، وصعب ان احنا نلاقيه. يمكن اكتر ناس بتستهلكه العرب بس، لكن الاتراك بصراحه ما بيحبوش الرز البسمتي. ايه ده رز ده برضو، بس ايه الحجم ده ايه ده رز مصري. ده رز مصري. ده الرمان ده مش موجود في تركيا، ولا ده ما شفتوش لسه. ممكن الناس في اسطنبول تكون شافته قبل كده، بس انا ما شفتوش. هشوف لي هاخد واحده كده منهم وادوق. برينجلز ده برضو 109. ده غالي في كل حته. ده هنا في مصر غالي، برضه اغلى هنا اغلى من تركيا. البيض مصر اغلى من تركيا 68 وفي ب96.
البيض غالي، البيض غالي. في 109، في 114. لا البيض غالي، 18 بيضايه ب115 او 114 جنيه. مصر فيها تنوع اكتر والله العظيم بجد، من ناحيه المنتجات ومن ناحيه الماركات، لان مصر اغلبيه الحاجات الموجوده ديت يعني حاجات اجنبيه، فتلاقي فيه تنوع اكتر من تركيا. تركيا بيعتمدوا على الانتاج المحلي، فتلاقي يعني ما تلاقيش كتير حاجات جايه من بره. الحاجات دي كلها بيور. العصاير البيور دي بقى دي تخصص مصر والله بجد. يعني مصر مشهورة جدا بالعصاير البيور والعصاير الطبيعية اكتر. يعني تركيا نادرا جدا، يعني الواحد يقول ليه ولا عليه، نادرا ما تلاقوا فيه عصاير طبيعية، الا مثلا تلاقي بالصدفة ممكن تلاقي عصير برتقال، تلاقي عصير رمان، الحاجات دي مفيش جوافة، مفيش مانجا، استحالة تلاقي زي كده، استحالة تلاقي الطعم. المفضل بقى الحاجات المفضلة ديت نادرا قوي ما تلاقيها، المانجا والليمون كمان، الليمون الطبيعي الاخضر ده ما تلاقوش ابدا في تركيا، نادرا جدا، ولو لقيتوه بالقطعة غالي. الليمون المصري الحلو الاخضر الطبيعي. الاسعار كلها بالجنيه المصري. دوت النظافه بقى، ماركات جديده اول مره اشوفها، 105. دي تقول عليه خصم ب 227 وفي ب 219. كلوروكس ب 46، في 200 برضو. الحاجات بتاعت الفرن ايه اسعارها؟ تسعة وخمسين رغيف. في الايس بوكس، في الحاجات الترمس 340. اسعار هنا ارخص بكتير جدا جدا على فكره. في ايس بوكس 415، واللي تحت خالص ده 679. ادم بالبيور سالنا قالوا ما فيش، ودي هو في الفيري ب 60. في عرض هنا بدل 79 ب 59. في عروض برضو هنا 39. في منظف اطباق، عايزه اشوف اللي هو التابلت بتاع الاطباق ده لان خلص من عندي والله، لو رخيص هشتريه من هنا واخده معايا في تركيا. فانش ب 227، في ب 473. السليب ديت برضو من الماركات الجميله قوي اللي صعب قوي الاقيها في تركيا. نفسي الاقي اللي هو اللوشن بتاعها، بس لقيت بس اللي هو السائل الاستحمام لقيته ب50. طبعا الماركات بتاعتنا الحلوه اللي هي بتاعت سائل الاستحمام والشاور جل وصابون الاستحمام، اسعارهم 75 وفي 117. في عروض هنا على اللي هو الصابون بتاع الايد ده ب50. احنا في كارفور شرم الشيخ، اللي هو احنا في كارفور شرم الشيخ يا اصدقائي. ده برضو حلو قوي، ده بتاع السنين 107، اشهر من نار على العالم اللي هو الاسترين ده 109. عشان ده انا مبلقوش في تركيا فلازم اشتري واحد من ده باذن الله هاخده معايا. شوارع شرم الشيخ بالليل في اللي هي خليج نعمة. بالنسبة للانتقالات في شرم ففي طبعا ما فيش اوبر هنا، ففي ابلكيشن حتى كل التاكسيات تلاقيها مكتوب عليها نفس العلامة كده، علامتين شرم تاكسي وتاكسي شرم ديت هتلاقوها في المتجر بتاع جوجل. بصراحة منجزين جدا ومش مستغلين، بس احنا للأسف ما اشتريناش خط مصري. قلنا يعني احنا مش هنقعد كتير فما اشتريناش خط مصري،
فكل شويه لما بنيجي نركب بنفاصل بقى مع التكاسي. طبعا بيزودوا الاجره وكده، وتحسي ان الواحد تدفعي له 100 كانك مثلا بتضربيه. فلا الابلكيشن ديت، الاتنين ابلكيشن دولت ارشحهم بشده. انا عرفتهم بالصدفه والله، زي اوبر بالظبط، بتنادوهم وبتكون الاجره مكتوبه وكل حاجه وبكام كيلو، ويجولكم في الميعاد. فده انسب حاجه في الانتقالات في شرم، خصوصا الناس اللي معاها اطفال وبصراحه ومش عايزه تتبهدل. لكن لو شباب عادي يا جماعه احنا بتوع الميكروباص واحنا بتوع الاتوبيس، مفيش طبعا اتوبيسات هنا، بس في ميكروباصات طبعا. فهو ده الانتقالات في شرم الشيخ. الفرهد من الحر تماما تماما تماما، يعني المسكين ما قدرش يستحمل الحر. لفنا كده لفه في كارفور ونام على الدكه، مش قادر يفتح عينه من الحر. فهو ده الجواب على سؤالكم، يعني اي كده يكره الحر، وهي دي الاجابه بصراحه. الله يكون في عون العيال برضو، الجو حر قوي جدا يعني بصراحه، بس هم طول النهار بيبلوطوا الاجانب فمش حاسين، يعني طول النهار في البسين والبحر مليانين على الاخر الشواطئ بتاعت شرم الشيخ كده، فمحدش حاسس بالحر. لكن فعلا الحر شديد قوي 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 كمان. تاكسي اهو بعد ما طلعنا من كارفور. مصر فيها حياة قوي بالليل، وشرم الشيخ على فكرة شرم الشيخ امان جدا يا اصدقائي والله العظيم. يعني مفيش فكرة التحرش، مفيش فكرة ان حد لا قدر الله يتخطف او الكلام ده. الناس حتى السواقين رغم ان هما يعني فيهم الناس استغلالين جدا، لكن بصراحة محترمين جدا 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 والله، فوق ما حد يتخيل. تحس كده اللي هما رجالة فيهم العرق اللي هو الصعيدي زي ما بيقولوا، رغم ان هما سيناوية وبدو، وحتى شكلهم سبحان الله سيناوي فعلا. الناس السيناويين بيبان عليهم، ويقولوا لك بقى، يقولوا لك عايزه تروحي، يقولوا لك مثلا عايزه تروحي المكان ده، عايزه تاكلي ملوخيه روحي مش عارفه ايه مطعم المصريين، عايزه تاكلي سمك تروحي مش عارفه مطعم ايه كده، المكان ده اسعاره كذا، المكان ده اسعاره كذا. فخدومين جدا، وقولوا لي يعني ما شرم الشيخ امان جدا. بيقولوا لي الاسعار طبعا ارتفعت. لما انا ركبت حتى مع واحد معاهم بيقول لي الشقق دي كانت من سنتين او 3 سنين ب 250,000 و 800,000، دلوقتي ب 8 مليون والحاجات دي كلها. فحاجه كويسه يعني قال لي البلد بدات تشتغل تاني، فعشان كده الاسعار بدات ترفع. رحنا سوبر ماركت عادي اهو الشكك من جوه الشكك حسين بولدون مو كاتش. ده مكان شعبي كده قدام الفندق طبعا جمال في كل حته تخيلوا احنا اتمشينا المشوار ده كله عشان خاطر عصير جوز هند كده اسمه دريم. جوزي بيحبه قوي من ساعه ما شربه في مصر من السنه اللي فاتت، وهو يعني بعشقه كده عشق، وفي قطع من جوز الهند. دي بعيد عن المحل، عن الحتت السياحيه، داخله كده جوه قدام الفندق. شكرا. الحاجات اللي هي بتاعت شرم الشيخ ديت البهارات والروايح، كل حته في شرم الشيخ. حلو قوي الحاجات اللي فوق ديت، بتفكرني والله بالفيلم اللي هو بتاع نجاة الصغيرة الحاجات دي كانت بتخوفني قوي زمان، اللي بيحطوا فيها التعابين اللي فوق ديت. محل المانجا محل اسمه مانجو. شكرا شكرا. اسعار المانجا بالدولار. محل المانجا ده عشان خاطر مفيش، علشان مفيش مانجا في اوروبا،
في اغلب دول اوروبا، فعشان كده عاملين المانجا ديت. بويني دي الماركه اللي بيحبها تور. اهي صار طبعا بالدولار. اول مره اشوف القمر الديني اللي هو الفراوله، واشوف الموز والبرتقال والحاجات ديت، والخوخ برضو وفراوله. لا مصر اتقدمت كتير قوي، فيها حاجات جديده فعلا والله، اول مره اشوفها. الطوبه في كل حته، حتى الاجانب برضو عندهم القشف بتاع الرجلين. والله بودرة بصل، بقدونس برضو. ايه ده؟ بالميورو. Ha? Çift Kral Tutankamon mu? Bu ne? Şimdi ne var? Bir şey var bunun. Ne var? Oku bakayım. ده ايه ده؟ Bu tatlı. Bu tatlı. içinde tatlı. tatlı. ده جواه حاجة حلوة. دي حاجات مجففة ولا ايه؟ بقدونس مجفف اكيد طبعا. ده بقدونس مجفف ده $3 اللي هو الكمون. لا اسعار سياحية. وبودرة البصل حاجات الجرام مسالة ديت. الاسعار دي كلها بالدولار على فكرة، $1 و$3 وكده. المحل كله اصلا بيتعمل بالدولار. اسعار المانجا بقى. اسعار المانجا والله حلوه والله. الكيلو واحد يعني بأقل من دولار، اقل من دولار يعني بحوالي ب50 ولا حاجه، حوالي 50 جنيه. لما بيوصل لتركيا بيوصل لحد 150 و200. والكيلو البطيخ بتاع البطيخ غالي. ما شاء الله البياعين بيتكلموا روسي وايطالي وفرنساوي وكل حاجه ما شاء الله. بص اصدقائي، الاصدقاء متابعيني اللي هم بيتعاملوا بالدولار، فدي الاسعار بالدولار. ايه ده؟ ده زيتون $2 برضو. حاجات التحف دي مش كاتبين عليها اسعار. السوبر ماركت كله روس، السوبر ماركت كله روس. الله والله نفسي اشتري الحاجات دي يا جماعه، هتحف، بس جوزي مش راضي. اشهر من على العلم بتاعت الفيل ده، بتاعت القرد. شنط بقى، شنط حلوه والله، شكلها حلو قوي، اللي هي اللي فيها جلد دي. جزمة علي بابا. حلو قوي الحاجات ديت، جزمة علي بابا.
حلوة الحاجات دي بكل ذكرى، الواحد راح شرم الشيخ وكده، جميلة قوي. بس بيقولي شوفي لك شنطة لويس فيتون المزورة برضو حلوة. حلوة بس هتلاقيها اسعارها برضو غالية هنا. ايه سعرها غالي. شنطة الجلد اللي هي فيها الفرو دي شكلها طالعة موضة السنة دي. حاجات ده اكبر من كده. العبايات المصرية واللبس المصري. الحاجات دي على فكرة تنفع مع الأجانب قوي في المصايف. هنا أغلبهم لابسين اللبس ده على فكرة، أو لابسين فساتين قصيرة بالشكل ده. ايه ده كل الأسعار دي برضو بالدولار. فيتا ديرمو فيفا. ايه الأسعار دي؟ الحاجات دي أول مرة أشوفها. الماركات دي ما شفتهاش في القاهرة قبل كده على فكرة، أو يمكن أنا قديمة. اشوف ماسك الذهب ده برضو اشوفه، افكر اجيبه صنفرة بس. غسول برضو عايز اجيب لي واحد غسول. الماركات دي اول مرة اشوفها.